من حقي كمواطن مصري منتخب بلده داخل كاس العالم يفهم يا كابتن حسام انت واخد اللعيبه دي بناء على ايه؟ واحد زي محمد الشناوي واخده بناء على ايه وسايب واحد زي احمد الشناوي؟ هل محمد الشناوي مثلا كان متالق في الفتره الاخيره وكان على طول بيلعب مبارياته مع النادي بتاعه اساسي؟ عشان كده انت واخده وسايب واحد متالق زي احمد الشناوي مع النادي بتاعه؟ واحد زي تريزيجيه ومحمد هاني الكره بتاعتهم اصلا ادمت من زمان خلاص وانقرضت ومش عاملين اي حاجه مع النادي بتاعهم وبرضه واخدهم من المنتخب. هتقول لي بقى عشان بيلعبوا في نادي كبير زي النادي الاهلي وعندهم خبرات دوليه والكلام الجميل ده كله. يا عم انا معاك في دي. طب انت ليه واخد واحد زي اكتاي وحمزه عبد الكريم؟ هل هم اصلا ليهم خبرات دوليه عشان كده واخدهم على حساب واحد زي مصطفى محمد لاعب مصري محترف وعنده فعلا بقى خبرات دوليه اللي انت اساسا من ساعه ما مسكت المنتخب وانت ما كنتش بتديله فرصه بربع جنيه؟ يا باشا بعد اذنك احنا مش عايزين ندخل كاس العالم ونطلع منه مفضوحين وحصاله. لو لسه في وقت انك تعيد تفكير وتقدر تختار لعيبه تانية احسن من الموجودين يا ريت تعمل كده، لان منتخب مصر ده مش داخل كاس العالم على انه منتخب شرفي. كاس العالم مش بيتلعب في مصر وبناء عليه احنا داخلين عشان هو بيتلعب في ارضنا. منتخب مصر يا فندم منتخب كبير، بعد اذنك احنا داخلين كاس العالم ده عشان نعمل فيه حاجه قويه وبس.